السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا يا حبايب قلبي نبدأ بالصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل مليون سنة يا حبايب قلبي وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان جميعا يا رب على خير. أيام قليلة وربنا كده يبلغنا رمضان واحنا في أتم صحة وأحسن حال، وربنا يهيئ قلوبنا ويطهر أرواحنا قبل صيامه يا رب، واكتب لنا بلوغه بقلوب مطمئنة ونفوس قريبة منا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعله شهر خير يا رب وجبر ورحمة علينا جميعا. وكل مليون سنة يا حبايب قلب وانتم طيبين. هتعملي ايه النهاردة يا ماما فوفا؟ معانا القماش الجميل ده، القماش الخيامية، ومعايا اللي هو قماش الخيش ده. قماش الخيش ده انا بجيبه، كنت جايباه من ادوات الهاند ميد، جايبه المتر ب 80 جنيه، انا جايبه نص متر ب 40 جنيه. وده طبعا انا كنت جايباه قبل كده لما عملت منه الكرتونه دي اللي هي المنظم لاي حاجه. ده المتر منه ب 40 جنيه، وده المتر منه ب 5 جنيه، ده وده. ماشي يا حبايب قلبي. فهتعملي ايه النهارده يا ماما فوفا؟ ومعانا مسدس الشمع طبعا. هتعملي ايه النهارده؟ انا عايزه اعمل مفرش بحيث ان كل حاجه كده تبقى حوالينا باجواء رمضان. فانا هفرغ الدايره دي وهقص حته من الخيش وارجع لكم. ورجعت لكم اهو يا حبايب قلبي بعد ما فرغت الشكل الجميل ده. هنحطه كده في نص المفرش، وقطعت حته من الخيش اهو يا حبايب قلبي. انا فرغت دول وقلت اعمل واحده قدامكم اهو يا حبايب قلبي. بتسحبوا الخيوط بكل سهوله اهو. اهو يا حبايبي، بتشدي كده اهي عشان تعملي ايه؟ الشرشرة بتاعته دي اهو يا حبايبي، ولا اسهل من كده اهو. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بحاجة بسيطة، لو هتروحي تشتريها من محل هتشتريها غالية جدا. اهو يا حبايب قلبي بقى واخد الشكل ده تمام. هتعملي ايه؟ هنروح عاملين ايه يا حبايبي؟ الخيش ده ما ينسخش فيما بعد، يعني لو حابه ان انت تغسليه او حابه ان انت تعمليه اهو يا حبايبي، بتروحي عاملاه هنا كده اهو، تلزقيه كده بمسدس الشمع اهو يا حبايبي، ولا اسهل من كده. اعمله بقى وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما عملت الشريط ده علشان اقفل، علشان الشراشيب دي ما تنسخش مننا. انا مسكتها كده اهو يا حبايبي بالشريط ده. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل بالمسدس الشمع كده علشان ايه؟ يمسك لنا اللي احنا مفرغينها دي من قماش الخيامية اهو يا حبايب قلبي. هنعمل ايه تاني؟ انا معايا برضو الشريط ده، هنعمل بيه ايه؟ هنعمله كده عليه من هنا علشان يدينا ايه؟ لمسات جميلة كده للمفرش بتاعنا اهو يا حبايبي. انت وذوقك بقى، يعني هو ده اللي انا لقيتها المتاحة قدامي. انت ممكن بقى في اشكال تانية وحاجات تانية ممكن انت تجيبيها وتعملي بيها اي حاجة يا حبايب قلبي، بحيث ان احنا نحس باجواء رمضان وتبقى حاجة من عمال ايديكي. لان بصراحة الحاجات دي بره اسعارها غالية جدا جدا فوق ما تتخيلي، بل انت بتعملي الحاجة بتاعتك بحاجات بسيطة تمام. وكفاية ان هو من عمال ايديكي، يعني كفاية كده الواحد بيحس بفرحة والله لما يعمل حاجة من عمال ايديه. حتى الاكل نفس الحكاية برضو اهو يا حبايبي. برضو انا هقص رمضان كريم اهو يا حبايبي. شريط البلابل ده برضو جميل قوي
واستخداماته كتير. يعني انا بفكر ان انا اعمل منه اللي هو التوك، تعملي منه وردة، البلابل دي تقطعيها من الشريط ده وتعمليها زي وردة، جميل جدا. وقماش الخيش برضو هعمل منه حاجات تانية. يعني انا قلت اما اعمل المفرش ده معاكم النهاردة على ما نعمل ايه، ونعمل منه افكار تانية برضو. انا معاكم كل ما اعمل حاجة هصورها برضو واقول لكم يا حبايبي. وربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في اتم صحة وفي احسن حال يا رب. ربنا يعيننا على صيامه وقيامه يا رب، وربنا يتقبله مننا ان شاء الله. انت وذوقك بقى، عندك اشكال تانية، عندك اي حاجة انا مش ضايفاها انت ممكن تضيفيها. يعني كل ده، كل حاجة ترجع للذوق. وانتوا طبعا ذوقكوا اجمل من ذوقي كمان يا حبايب قلبي. وبراحتكم عشان مسدس الشمع بيلسع لسعته وحشة. اهو يا حبايب قلبي خلصنا كده من ده. اهو المفرش بتاعنا الجميل اهو. ادي بقى ايه كلمة رمضان كريم اهي. هنفرغها برضو كده من القماش. وربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى كل بيت يا رب. اهو يا حبايب قلبي عايزين نحطها في النص كده اهي. هنلزقها بمسدس الشمع كده اهو يا حبايب قلبي. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي. يعني لو احنا هنروح نشتريه من بره شوفيه هيتكلف قد ايه. يعني خد نص متر، قولي من ده المتر ب5 جنيه، وده المتر ب40، ما خدش حوالي ربع متر. تمام، يعني قولي 5 و5 مثلا 10، وخد بايه خيش ب10 جنيه. ادي 10 20، قولي 25، قولي 30 جنيه. لو انت هتروح تشتريه من محل من بره شوف هتشتريه بكام. بيبقى كام مفرش تحت عن بعض كده، يعني واحد ممكن يكون اكبر من ده والمقاس ده، وواحد اصغر منه، بتشتريه بمبلغ وقدره. فاحنا ليه يا حبايب قلبي نعمل كل حاجتنا في بيتنا وما نخليش حد يستغلنا، واحنا بنعمل حاجات جميلة وطبعا كل واحدة لها ذوق جميل جدا جدا ما شاء الله. اهو يا حبايب قلبي، ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ يلا يا حبايب قلبي اللايك الجميل والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.